مسلسل فهد البطل مسلسل قوي جدا، في أحداث كثيرة. حبيت ألخص معاكم فكرة المسلسل. آخر أحداث المسلسل في الحلقات اللي جاية إن فهد اتمسك في الكمين هو وصاحبه ريكو. طبعا نادر التمساح هو عايز ينتقم من ريكو عشان وقف ضده وقصاد موضوع راوية، فما عرفش يعمل ايه، فخان فهد وحط المخدرات في عربية ريكو عشان خاطر ريكو يتمسك في الكمين. ولكن هيفضل أحمد العوضي زي ما هو على العهد اللي هو فهد، ومش هيخون صديقه ريكو، هيعترف ان البضاعة دي بتاعته، وهيروح للتمساح وهيروح لنادر ابنه وهيهددهم ان لو ما لموش نفسهم وشالوا الموضوع ده من دماغهم على اساس انهم يطلعوا ريكو مش هيسكت. وبنشوف طبعا ان امهم ماتت في احداث الحلقات اللي جايه، الاربع حلقات اللي باقيين، ان برضه راوية هتموت، وان اخوهم عمرو هيموت، وان فهد هيرجع تاني زي ما هو هيبقى العمدة في البلد. زائد ان هو هياخد حفيد فايزة من تمساح، هياخد ابن ولدها اللي هو ابن ضيا وهيديهولها. طبعا التمساح اللي هو نادر لما مش هيلاقي حل مع راوية هيموتها، وكناري هترجع تاني لفهد بعد ما تعرف ان اختها ولاء بتكذب عليها. وفي اخر احداث المسلسل ان كلهم هيتجمعوا في حلقة واحدة في قعدة واحدة، غلاب وفهد وعمرو اخوه، وهيقول له انت ضحكت عليا طوال السنين دي كلها. هيروح فهد يعترف له ويقول له ان انا ابن اخوك. فلما هاجي يضربه بالسلاح غلاب الطلقة هتيجي في اخو عمرو هيفديه فهيموت مكانه. فبالتالي مش هيفضل حد في المسلسل دي غير ان فهد هيعيش زي ما هو العمدة في البلد، ويرجع المحجر بتاعه وبتاع والده، وهيخلص على التمساح وهيتمسك والمخدرات هتتمسك. فأحمد العوضي عامل عظمة السنة دي، وإن شاء الله يحقق نجاح كبير يعني.